السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا بخير. اوعوا تنسوا اخواتكم تحت اي بند. الوضع بيزداد سوء، ولكن ان شاء الله كل ما الدنيا تضلم الفجر قرب ان شاء الله. خلي القضيه دي قضيه حياتك. طول ما الشخص عنده قضيه فهو عنده شخصيه. ما تبقاش هوائي، ما تبقاش مع الرايجه، ما تبقاش مع الطايرين. زمان كنا بنلعب كده الاستغمايه، يقول لك انا مع الطايرين اللي بيجروا بس. لا، اوعى تخلي عندك قضيه. دي قضيه عمرك، قضيه عمرك والله، وقضيه عمرنا كلنا. عايز اقول لحضراتكم حاجه مهمه دلوقتي. السوق العقاري، هو الفيديو ده موجه يعني لمجموعه من الزملاء. السوق العقاري دلوقتي الناس اللي بتشتغل فيه للاسف ناس كتير منهم، عايز بس انقي الالفاظ، بقت شغلانه اي حد فاضي. تعالى يا حبيبي، واحد يفتح شركه او مكتب على حسب قدرته، يعني يعين شويه ناس الله اعلم بصلاحياتهم، هم فاهمين مش فاهمين، هو اصلا فاهم ولا مش فاهم، دي قصه تانية خالص. يلا حبيبي خد شويه تليفونات، كلمهم، يمكن تلطش في اي حد، وبيضحكوا عليك وبيشغلوكوا من غير فلوس، ويمرمطك ويبهدلك، وفي الاخر يقول لك انت ما جبتش التارجت روح. خلي بالك كحد بيشتغل في العقارات. عايز بقى اقول لك على حاجه سلبيه جدا انت بتعملها، ممكن تعمل لنا كلنا مشكله. الراجل اللي بيشتغل في العقارات ده راجل ذوق وديسنت كده وجنتلمان، راجل محترم اللي بيشتغل في العقارات ده. وطبعا البنات كذلك هوانم، البنات هوانم والرجاله برنسات. فحضرتك ما تنزلش بالمستوى ده خالص خالص. حضرتك بتضر نفسك وبتضر السوق وبتخسر في الشغلانه اكتر ما بتكسب. لما مثلا انا احمد ليا من فضل ربنا عليا ان انا عميل في بعض الشركات، فارقامي تتوزع زي ارقام الناس عادي جدا. حد يكلمني فانا حسب برضو مودي، انا برضو انسان، ساعات بتنرفز وساعات بتضايق وساعات بكون قادر ارد بسهوله. بس والله ربنا يعلم مفيش حد كلمني وحتى كلمت وحش الا كلمته وبعدها رضيته، قلت له ما تزعلش مني، انا بس كنت كذا كذا كذا. ولكن انت عليك جزء كبير جدا من المسؤوليه. انت بتكلم واحد ما تعرفوش، الو السلام عليكم. وعليكم السلام، انا بعرض على حضرتك فيلا ب 500 مليون جنيه. ده غلط، ده غلط. اولا حاول تعرف انت بتكلم مين واسمه، ونقي ميعاد، واسال الاول كنت بتكلم في ميعاد مناسب ولا لا. وخليك محترم، خليك باشا، خليك ديسنت، خليك راجل كده شيك في مكالمتك علشان ما تخسرش الناس. خليه يبقى فاكرك ان انت راجل محترم. انا احمد بيجي لي المكالمه دي، مساء الخير، انا بعرض على حضرتك مشروع جديد في الحته الفلانيه. فانا ساعات اقول له ايه، ربنا يوفقك يا حبيبي، والله انا مش مهتم، انا مش قادر اقول له ان انا زميل. وساعات يكون عندي خلق اقول له بص اللي انت بتعمله ده غلط، في كذا، المفروض تعمل كذا وكذا وكذا وكذا. الموضوع بيوصل ان في ناس بتقفل السكه في وشي. انا ما قلتلوش ان انا زميل، انا ما قلتلوش ان انا بشتغل في نفس الشغلانه، انا عميل دلوقتي، قلت له معلش انا مش مهتم، بيقفل السكه في وشي. برجع اكلمه تاني اقول له يا حبيبي كده عيب. اللي انت ما انا بكلمه بقى عشان خاطر شغلي انا بقى، عشان خاطر شغلنا احنا بقى. اكلمه اقول له يا حبيبي اللي انت عملته ده عيب، لازم على الاقل تسيب انطباع كويس عندي ان انا راجل محترم، انما انت كده شخص مهزأ. لما تقفل السكه في وش عميل، ممكن يكون رقم تليفونك ده يخليه عنده عشان خاطر يرجع يكلمك لو هو مش فاضي، لو هو فعلا كان عايز، افتكر ان هو حد من صحابه عايز، انت بالنسبه له اتمسحت من تاريخه. بتقفل السكه في وشه. يا اما بتتكلم بطريقه بترص الكلام، يا اما انت عايز تعمل الواجب اللي عليك عشان ابقى عملت. يعني في الاخر انت ما انتش عارف بتعمل ايه، ولا اللي اداك الارقام قال لك تعمل ايه. ففي الاخر كلنا خسرانين بسببك. خسرانين اللي بيشتغلوا في العقارات دول كلهم بقوا نفس النوعيه بتاعت حضرتك كده. خسرانين ان احنا بندلل على شغلنا، خسرانين ان احنا في واحد انا اتخانقت معاه من فتره كده، عميل، انا في كلمه بقولها للناس دايما، العملاء اللي بحبهم واللي بحذرهم بصراحه، يعني بقول له ايه، انا اسهل واحد في الدنيا يخسر عميل. يعني ممكن بمنتهى السهوله اقول لك ايه، بعد اذن حضرتك ما تكلمنيش تاني، وانا مبسوط ومرضي. بس يعز عليا اخسر بني ادم. يعني حضرتك ما تشتريش 100 سنه، ما تشتريش، ولكن تفضل علاقه طيبه بينا، هبقى مبسوط وطاير من الانبساط. وفي عملاء هيشوفوا الكلام ده. في حد قريب كان بيشتري بيت برقم كبير جدا، وانا بقيت اكلمه وما يردش لدرجه ان انا قلقت وهو سايب لي فلوس. والله العظيم كنت اروح له عند البيت لان انا خفت. مكالمات هستيريه، رسائل هستيريه، معايا فلوس وما بيردش عليا. وبعدين حسيت ان هو مفيش تقدير، فقلت له انا متنازل عن الشغل وفلوس حضرتك عند الاستاذ فلان الفلاني وخلاص. الاحترام والتقدير ده اهم حاجه في الشغل. ف
فحضرتك تيجي تخلي اللي قدامك ينزل يعني من تقديره للشغلانه؟ لا، حرام، حرام بجد والله العظيم، حرام اللي احنا بنشوفه. عميل بيقول لي انتوا كلكم انت فاكر نفسك مين؟ ده كلهم بيكلموني وانت هتعمل لي فيها، كلهم بيتحايلوا عليا اشتري، انت هتعمل لي فيها زعيم؟ ده حد كده يعني، مش عايز اغلط يعني، بس هو يعني عملت له بلوك وقفلت السكه في وشه على طول يعني. لدرجه هو كان عايز يستحل تعبي وياخد مجهودي يديه لحد بيشتغل معاه، بيقسم معاه العموله، شكل كده مقرف يعني. فطبعا مش هتكلم معاه لان انا مرتين ثلاثه ساعدته بدون مقابل يعني، فمش هقعد طول عمري بشتغل لصاحبك، حضرتك فاهمني؟ ففي الاخر مش هرد عليك، مش هديك اللي انت عايزه، لان انت مش محترمني كمان، انت كمان مش محترمني. فاذا من حضرتك اطلب من حضرتك يا راجل يا محترم يا مهذب يا بنت يا هانم يا بنت الناس يا اللي عايزين تشتغلوا في العقارات، حط نفسك في القالب ده. اقفل المكالمة بشياكة حتى لو العميل مش عايز يشتري. من فضلك ما تسوقش سمعة الشغلانة وسمعة العقار بسبب ان حضرتك ما اتعلمتش كويس، بسبب ان في واحد دخلك تشتغل من غير ما يقولك اتيكيت الشغلانة ايه، فيخسرك ويخسر نفسه ويخسر الشغلانة ويقرفنا في حياتنا علشان خاطر هو ما قالكش تتعامل ازاي. ارجوك حاول تبقى شيك في معاملتك في مكالمتك، درب نفسك، درب نفسك، افتح فيديو كده زي ما انا فاتح كده واعمل نفسك بتعمل مكالمه، وشوف بعد ما تخلص المكالمه شوف كده انت هتتقبل اللي انت قلته ده ولا لا، تعرف تقيم نفسك. وانا على استعداد اي حد عايز مني حاجه قلتها 500 مره، وعملت مره جروب كده بس ما كنتش انا بصراحه، انا قصرت، وبرده الناس كانت بتسال اسئله غريبه. اي حد عنده استفسار، انا بشتغل في العقارات من سنه 2007 لحد دلوقتي، واشتغلت في شركه كبيره اللي هي طلعت مصطفى فتره طويله جدا من حياتي، وبعدين اشتغلت لوحدي، فتقريبا حصل فيا كل اللي ممكن يحصل في بني ادمين. لو عايز اي نصيحه حضرتك عندك الواتساب في اخر الفيديو ورقم التليفون موجود، بس ارجوكم بالله عليكم ما تسوقوش سمعتنا على الفاضي. اتمنى من ربنا ما اكونش طولت عليكم. ما تنسوش اخواتكم، تبرعات ومقاطعه ودعاء، دعاء ليل نهار ونكتر في الليل شويه. ربنا يبارك فيكم، واسف ان انا بطول عليكم، وسامحوني لو ضيعت وقتك من غير اي فايده يعني.